مشاهدينا الكرام، عدنا بعد الفاصل نستكمل عين الوطن. زيت، سكر، مواصلات، كله بيغلي والناس بقت بتغلي. الحقيقة كله بقى بيغلى، والغلاء بقى غلاء فاحش للأسف. المرتبات قليلة والأسعار بترتفع وبتغلى والأسعار نار. والناس تعمل إيه؟ الناس ما بقتش عارفة تعمل إيه. الناس ماشية بتكلم نفسها، فعلا الناس ماشية بتكلم نفسها. وهل من مخرج لهذه الأزمة، أزمة الاقتصاد الحقيقة اللي بقت أزمة كبيرة؟ ورئيس مرسي قال في أقل من 6 شهور هيحصل تعافي للاقتصاد المصري. هل ده كلام صح ولا لا؟ وهل ممكن في اقل من 6 شهور يحصل تعافي للاقتصاد المصري؟ واختلفت الحقيقه وجهات النظر بين خبراء الاقتصاد والمال حول جدوى مشروع الصكوك الاسلاميه، وثارت العديد من علامات استفهام لدى الراي العام والقوى السياسيه حول مدى خطورة هذا المشروع على الممتلكات السيادية للدولة، فيما اعتبرها البعض أداة للخصخصة أو صورة مستنسخة لشركات توظيف الأموال. وهناك من رآه الحل المناسب للخروج من الأزمة الاقتصادية. اليوم الحقيقة هنتكلم عن هذا الجدل الواسع حوالين موضوع الصكوك الإسلامية، صندوق النقد الدولي والشروط المفروض عليه. في ناس مؤيدة وفي ناس معارضة. هنتكلم عن المواطن المصري البسيط والمواطن المصري عموما، وكيف نخرج من هذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة والتي نتمنى إن شاء الله أن احنا نخرج منها. عشان نتكلم عن الموضوع ده هيكون معايا أهل العلم والخبرة. هينورني على يميني الأستاذ علي تركي، رئيس تحرير جريدة السوق العربية المشتركة الاقتصادية. أهلا بيك يا أستاذ علي، نورنا يا فندم. وأيضا من على يساري المهندس معتز محمد، نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشعب السابق، وهو أيضا مستثمر. أهلا بيك يا باشمهندس، منورنا يا فندم. أستاذ علي، لو هبدأ مع حضرتك، والأزمة الاقتصادية والهيب ارتفاع الأسعار زي ما قلت في المقدمة، الحقيقة المواطن فعلا ماشي بيكلم نفسه. تمام. تصريحات رئيس مرسي إن في خلال 6 شهور ممكن يحصل تعافي للاقتصاد المصري، هل أنت شايف ده كلام بس مجرد إن هو يدعو للتفاؤل، ولا هو كلام ممكن يطبق على أرض الواقع فعلا؟ هو كلام طبعا بعيد عن الواقع تماما، لأن الواقع شيء ما يشعر به المواطن المصري حاليا هو شيء في غاية السوء، من سيء إلى أسوأ. فهناك لهيب في الأسعار زي ما سيادتك قلت في المقدمة. المواطن المصري يئن الآن من ارتفاع الأسعار بشكل يومي، ونستطيع القول أن الأسعار تتغير من ساعة إلى أخرى. نعم. وهذا لم يحدث في تاريخ مصر سابقا. هناك أسعار تتزايد مثل الأسعار في السلع الأساسية التي يستعملها المواطن المصري يوميا، الزيت والسكر وغيرها من السلع. هناك تغير في الحالة الاقتصادية لدى المواطن المصري، هناك انخفاض في المرتبات، بل هناك تسريح في العمالة نفسها وانخفاض في المرتبات. وزي ما سيادتك قلت برضه هناك ارتفاع في الأسعار. فهناك علاقة طردية بين المرتبات والأسعار، فهناك تزايد رهيب جدا في الأسعار وهناك انخفاض في المرتبات. ده بيسبب تضخم شديد جدا بيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. هناك أيضا سوق سوداء نتيجة لتلاعب البعض في السلع التموينية والسلع الأساسية والسولار وغيرها والدولار. سمعنا ان في ملايين، وهناك اشخاص يعني حققت مافيا، حققت ارباح طائله من التلاعب في الدولار. فالمواطن المصري لم يشعر ولن يشعر ببارقه امل او تفاؤل في الغد ان شاء الله. هناك لديك حكومه ليس لديها استراتيجيه اقتصاديه او اجنده اقتصاديه. نعم. كي تعمل على اصلاح الوضع الاقتصادي. وهناك علاقة طردية أيضا ما بين الاقتصاد والسياسة، وهما وجهان لعملة واحدة. نعم. لابد أن يكون هناك استقرار سياسي حتى يكون هناك استقرار. بمناسبة الاستقرار السياسي بقى، هنروح للمهندس معتز محمد، ونائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشعب السابق وأيضا مستثمر. هاخد برضو رأي حضرتك فيما يخص تصريحات الرئيس مرسي أن في خلال 6 أشهر يمكن أن يتعافى الاقتصاد. هل أنت مع ولا ضد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاقتصاد عشان يتعافى عايز له خطتين، وعايز له رؤيه، وعايز له خطوات. نعم. نمرة 1، اذا كان الرئيس مرسي ينوي ممكن تطبيق هذا الكلام، بس مش خلال 6 اشهر، ممكن في خلال 5 سنين، مش 6 اشهر او 4 سنين على الاقل. لازم الدكتور مرسي او سياده الرئيس يحط في دماغه ايه؟ ان السياسه هي التي تخدم الاقتصاد، وليس الاقتصاد هو الذي يخدم السياسه. نعم. اذا اقتنع السيد الرئيس بان السياسه هي التي تخدم الاقتصاد، اعتقد ان احنا نحط رجلينا على الطريق الصحيح. ازاي؟ حضرتك سياسه معناها ان يكون انا كحكومه عندي رؤيه، سياسه يعني يكون عندي استقرار سياسي.
تمام. استقرار سياسي يعني ان انا بفضل مصلحه الوطن عن اي مصلحه يعني حزبيه او تحزبيه. نمره واحد مطلوب من السيد الرئيس انه يعمل استقرار سياسي في البلد، انه يعمل احتواء للمشاكل اللي موجوده من المعارضه. هي لحل الخروج من الازمه. لحل خروج من الازمه، دي نمره واحد حضرتك. نمره اتنين انه حضرتك بندعو الى تشكيل حكومه ائتلافيه ب زعامه السيد الرئيس، يبقى هو رئيس الوزراء وبيجيب المعارضه، يا جماعه جيبوا لنا الناس الكفاءات، رشحوا لي 5 اختار منهم 2. اللي هيرفض من المعارضه هذا العرض يبقى ده معول هدم وليس معول بناء. تمام. اللي هيقبل يبقى تمام. واحنا انا عن نفسي هنقبل. احنا هنقبل التعاون. احنا لازم يكون همنا هو هو هدفنا ايه او هدف اي مصر ايه. في فرق شاسع ان انا بقول ان مصر ما تقعش ونتعاون احنا كلنا ونعتبر ابناء يعني كلنا وطن واحد. وطن واحد. وفرق ان انا بقول ان مصر تقع والحزب الحاكم يقع. احنا ضد هذا المبدا. طب كويس جدا. تمام. كويس جدا. هي دي المعارضه كمان البناء. لكن حضرتك الواجب ان يكون في خطوات تنفيذيه. يعني حضرتك هل يعقل مثلا كمثال، انا بقول خطوات سياسيه، اما يطلع حكم قضائي بان النائب العام والمجلس الاعلى للقضاء يقول النائب العام يمشي ولا ينفذ. طب انت كراجل مستثمر هنا، اذا كان بلد لا تحترم القانون هتستثمر ازاي؟ تمام. احنا مش عايزين نخش في تفاصيل. هو الدكتور المصري انا اعلم انه راجل وطني، انه بيحب البلد، انه عليه ضغوط سياسيه بتمارس من جميع الاطراف، لكن لازم يحط في دماغه ان مصلحه الوطن اهم من اي ضغوط سياسيه. نعم. ولازم ينتفض وياخذ قرارات حازمه وقويه للم شمل. للم شمل. عايز اعلق بس في النقطه دي قبل ما اقطع حضرتك، في فكره ان انت قلت ان هو يشكل هو بنفسه يبقى على راس هذه الحكومه ويجيب. أيوة. طب هل الاحزاب بقى تعرف التصارعات السياديه يقول لك انا عايز يبقى ليا ممثلين وده ليا ممثلين، ولا هي طبقا للكفاءات حضرتك بغض النظر عن حضرتك احنا بنقول ايه؟ ان السيد الرئيس احنا دلوقتي محتاجين حكومه ازمه اقتصاديه ولا بد ان تكون بقياده السيد رئيس الجمهوريه. نعم. تمام. وبقياده السيد رئيس الجمهوريه ليه؟ يبقى مشارك معانا. مشارك معانا، بيبعت يا جماعه ابعتوا لي 5 اختار 2 نواب، واحد للشؤون الماليه والاقتصاديه وواحد للشؤون السياسيه. تمام. واللي هيقبل يبقى الراجل ده عايز يبني، اللي هيرفض يبقى هو كشف الناس اللي بتهدم قصاد المعارضه. لكن كون ان الرئيس لا يبادر بهذا انا بحط عليه علامه استفهام. تمام. الموضوع الثاني برضو عشان نخش ده دي واحد استقرار سياسي. 2 حضرتك اما اخش استقرار سياسي ابتدي بقى اعمل خطوات عمليه. ازاي حضرتك دلوقتي انا بلد عايز استثمار اشوف موارد الطاقه اللي عندي. ايه هي البدائل اللي عندي؟ حضرتك هل تعلم حضرتك ان احنا عندنا ازمه في الطاقه وبقى اصبحنا بلد فقيره في الطاقه؟ هل تعلم حضرتك ان الان الحكومه ما عندهاش خطه لعمل طاقه بديله؟ تمام. حضرتك هل تعلم ان كان المفروض عندنا السنه دي يبقى عندنا 4000 ميجا عجز في الكهرباء نتيجه ان من ساعه الثوره لغايه دلوقتي لم يتم بناء محطه، وان المحطه بتاعت الضبعه بتاعت النبويه لغايه دلوقتي لم يتم التنفيذ فيها، دي كانت هتوفر 7000 ميجا. هل تعلم حضرتك ان ابسط حاجه ان لما يكون المازوت ارتفاعه عالي والغاز ارتفاعه عالي في حاجه اسمها طاقه بديله اسمها الفحم، المفروض الحكومه تبادر انها تعمل موانئ لاستقبال الفحم وان هي تساعد الناس ان هي تبدل تمام الطاقه المازوت اللي هو ب $650 الحكومه بتدعمه ان هو يستورد فحم. هل تعلم ان هم كلهم شغالين في جزء منعزل؟ ده اذا ما فيش ترشيد للطاقه، ما فيش استخدام طاقه بديله نوفر فيها. هرجع لحضرتك ويهمني راي المواطن في لهيب ارتفاع الاسعار. شايفين ازاي ممكن نخرج من الازمه الموجوده، ان خاصه ان احنا بنمر بازمه اقتصاديه نتمنى انها كلها هتاثر علينا كلنا بالسلب، والسفينه مش هتعرف توصل لبر الامان. طيب يعني استاذ علي هروح لحضرتك وحضرتك ايضا متخصص في هذا الشان. التعديلات الضريبيه اللي اتقدمت بها الحكومه لمجلس الشورى تستهدف تحقيق 3 أهداف الحقيقه، اللي هو قال لك توفير موارد لتعظيم ايرادات الدوله، وسد جزء من التهرب الضريبي، وتحميل اصحاب الدخول المرتفع اعباء الاصلاح، مع تخفيف الاعباء على اصحاب الدخول المحدوده وتحقيق العداله الاجتماعيه. راي حضرتك ايه في التعديلات اللي هي الحكوميه اللي اتقدمت لمجلس الشورى؟ انا اعتقد ان كل دي مجرد ترقعات في الاقتصاد، ولا بد ان نبحث عن جذور المشكله اولا، ولا بد من وضع
روشتة او يعني مساله مرحله التشخيص هي اهم مرحله في علاج الامراض. الاقتصاد المصري بيعاني من امراض مزمنه، من عدم وجود سياحه، عدم وجود استثمارات جديده، هروب مستثمرات خارج الدوله. فكل طب ليه ما كل ده بيهرب؟ ما برضه نسأل نفسنا، هل بسبب زي ما قال نعود الى ما بدأناه، السياسة، ولا برضه ان ما فيش استقرار امني؟ نعود الى ما تحدثنا عليه من البدايه، وهو مساله عدم وجود استقرار سياسي يعقبه عدم وجود استقرار امني. قصدي يعني ممكن نحمل المعارضه مثلا، او نحمل بعض، او ان في ناس بتؤجج المشاعر في الشارع ومش عارف ايه من اجل ان ما فيش سياحه تيجي. هاخد برضه راي حضرتك في دي، وعايز اعرف بص، الكل مشارك فيما يحدث في الشارع المصري حاليا، سواء الحكومه سواء المعارضه. الكل يعمل على المصالح الشخصيه والصراعات السياسيه فقط، لكن مصر الكبرى لم يضع احد مصر قدام عينيه، كله بيعمل لمصالحه، مصالحه الخاصه، ان انا عايز ابقى رئيس، ان انا عايز ابقى رئيس حزب، ان انا عايز ابقى كل ده بيصيب الاقتصاد المصري في مقتل. فلا بد من ان يجلس الطرفان المعارضة والحكومة على مائدة واحدة، ولابد أن يتنازل الطرفان عن أشياء في سبيل أن تسير المركب ويعود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في مصر مرة أخرى. أستاذ علي، أنا شفتك يعني برضو مش مقبل قوي على فكرة الإطروحات اللي قدمتها الحكومة في فكرة توفير موارد لتعظيم إيرادات الدولة. ده يمكن اللي قال عليه المهندس معتز، فكرة الطاقة البديلة وفكرة إن احنا نرشد وده تمام. فده متهيألي لو احنا طبقنا إن احنا نشوف موارد الدولة، المستشارين اللي بنقعد نديهم في فلوس ومش عارف مين اللي بنديهم حاجات دي، لو بدأنا نرشد فكرة الترشيد دي ممكن تظبط معانا برضو في حاجات كتير. فكرة الترشيد طبعا فكرة مهمة جدا، بس لابد أن يقابلها إصلاح في الأجندة الاقتصادية من جانب الحكومة. لديك حكومة ليس لديها أجندة، فلابد من وضع أجندة اقتصادية خلال الفترة الجاية للخروج من عنق الزجاجة والنفق المظلم الذي نحن فيه الآن. لابد من البحث على الاستقرار الأمني في المقام الأول، لأن الاستقرار الأمني سوف يعقبه مجيء استثمارات من الخارج، لأن سيادتك ما تعلم تماما أن رأس المال جبان وبيهرب لي او يلجا الى الامان او الاطمئنان. معلش، عايز اروح لراس المال جبان، وحضرتك بقى انا مش هكلمك كنائب رئيس المؤتمر، كمستثمر في موضوع راس المال. وطبعا الاطروحات اللي قدمتها الحكومه اللي هو سد جزء من التهرب الضريبي، ان البعض بيقول لك رجال الاعمال المستثمرين متهربين من الضرائب، وشفنا الحاجات اللي جت في الاخر على ساويرس، ساويرس والناس دي كلها. دي نقطه كمان تحميل اصحاب الدخول المرتفعه، وانا سمعت ان هيبقى في 25% حوالي على كل بيتعدوا مليون جنيه في اللي هو مرتباتهم او بياخدوا مرتبات عليه. رايك ايه في النقطه دي، وهل هي مخرج للازمه؟ بص حضرتك، هو اما تكون في مثل بيقول لك ايه، المفلس بيدور في دفعته القديمه. فاضل الضرائب طارد للاستثمار. طارد للاستثمار. ليه حضرتك؟ يخض رجال الاعمال مثلا؟ مش يخض حاجه. انت حضرتك دلوقتي ايه انت دلوقتي كراجل مستثمر، سيبك من انا مصري وانا عايز استثمر في بلدي. ماشي. انت راجل دلوقتي دوله ما عندكش طاقه وهتفرض عليها ضرائب، تمام؟ ايه الميزه اللي عندك؟ والطاقه هتديها لي بالسعر العالمي. ايه الميزه اللي انت مديها لي عشان اجي لك؟ مفيش ميزه. لازم اديله مميزات طبعا. دي نمره واحد. نمره اتنين، لازم نتعلم من التجربه السابقه. قبل كده كانت الضرائب 40%، تمام؟ اما جو نزلوها ل 20%، الضريبه تضاعفت. ليه؟ لانك حطيت حاجه قابله للتنفيذ. ففرض الضرائب مش هو الحل. الحل حضرتك هو زياده الناتج القومي عن طريق الاستثمار. وعشان نعمل استثمار حضرتك لازم يكون في خطه. هدي حضرتك مثال بسيط حصل لي انا شخصيا. انا شفت بالذهاب مع سياده الرئيس الى الصين. تمام؟ رئيس موسى. تمام. من رجال الاعمال على اساس ان احنا بنقدر نستثمر ونعمل شغل. حضرتك انا قدمت مشروع بدراسه جدوى ان احنا نعمل مشروع بلة حديد. بلة حديد ده اللي هو الماده الخام اللي داخله في تصنيع الحديد. نعم. حضرتك احنا بنستورد بمليار و600 مليون دولار بلة حديد ل 10 مليون طن عندنا. وبنصنع 4 مليون، بس ال 4 مليون بنصنعهم من هنا دول من السكراب، من الخرده. بما ان مصر ما فيهاش خرده بتستورد الطن ب 150. فانا عملت ابحاث هناك على اساس ان في جبال في اسوان تصلح لاستغراق بلة الحديد. كويس جدا. تم عرض الموضوع ده، وسياده الرئيس قال ايه؟ انا عايز رجال الاعمال المصريين يبتدوا يشتغلوا عشان يجذبوا الاجانب او اللي بره. اذا كنت انا مش هشتغل التاني هيخاف، فانا ابقى زي القدوه ونبتدي نشتغل. الكلام ده بالظبط من 6 اشهر حضرتك. حلو جدا. رحت للسيد وزير الكهرباء، كان استاذ بلبع، قال لي ما عنديش كهرباء. تمام؟ قلت له ماشي، هعمل طاقه شمسيه. قلت له كمان هرميها على الشبكه، قال لي هاخد منك ايجار الشبكه.
رحت لوزير البترول قال لي ما عنديش مازوت. قلت له هعمل فحم. في احلى من كده كلام؟ طيب فكل ده عايز توفر للدوله، ده مش دعوه انت مش عامل حاجه خالص. طب ايه اللي مطلوب؟ قلت له المطلوب تخصص لي الارض والمحجر. تمام. قال لك لا، اصل المحاجر في قانون هيطلع عليها، وبما ان مجلس الشعب محلول فنستنى ما ينتخب او مجلس الشورى يطلعه. الى الان قانون المحاجر لم ما طلعش. اذا احنا بنعوق المستثمرين، بنقول لهم ما تعرفش ده جوه سيبك بقى، سيبك من انا. يعني معنى كده حضرتك ان المفروض انت عشان تنهض بالبلد دي يبقى جميع صناعاتك تبقى معتمده على المواد الخام. طبعا. هل يعقل حضرتك ان المواد الخام بتاعتي اصدرها وتجي لي مصنعه؟ واما يجي لي واحد مصري يقول اعمل لك منها حاجه بدل ما تجي لك مصنعه، نقول له قانون. قلت له طب نطبق القانون بقى، ارجع واعمل كده. الى وقتنا هذا حضرتك لم يتم عمل قانون. ورحت قابلت الدكتور محمد باشا وزير التنميه المحليه وعرضت عليه المشروع، واول راجل وراني قانون مقدم من الحكومه وقال لي ايه ملاحظاته وعجبهم المشروع. طبعا المشروع قابل للتنفيذ. طب لما بيعجبهم ليه دي ايه اللي يوقفها؟ انت ما انا بقول لحضرتك انت في حضرتك، هل هو فعلا محتاج ان مجلس الشعب يطلع قانون بهذا الموضوع، ولا ممكن دلوقتي مجلس حضرتك ممكن مجلس الشورى يطلع طبعا ذات نفسها الشورى بديل. حضرتك الرئيس كان معاه التشريع في فتره من الفترات كان المفروض تطلع حاجه زي كده. حضرتك انت دلوقتي تقول عايز استثمر، اذا كنت انت اساسا ما عندكش قانون اللي انت الصناعه تعتمد على المواد الخام، ما عندكش قانون ليها، يبقى انت بتتكلم في ايه؟ تمام. دي نمره واحد. نمره اتنين حضرتك اللي احنا بنقوله ايه؟ اني لازم يكون السياسه بتاعتي ان ادي اولويه للصناعه القائمه على الماده الخام بتاعتي. ما ينفعش اروح اصدر رخام ويجي لي مصنع، ما ينفعش اصدر رمله ويجي لي ازاز، ما ينفعش اصدر. انا بستغرب جدا بنودي للصين الرخام الخام. طب احنا نعمل ايه احنا هنا؟ ما انا بقول لحضرتك، ما هو انت دلوقتي ما هو ليه؟ لان مفيش رؤيه، مفيش فيجن، كل واحد شغال في جزيره منعزله. طب انا عندي ازمه طاقه دلوقتي، تمام كده حضرتك؟ هل الحكومه ازمعت او ادت قرار ان هي هتعمل؟ يعني دايما في دول العالم عموما حضرتك الطاقه، مصادر الطاقه لازم تبقى متنوعه. طبعا. طيب. عندنا دلوقتي الطاقه الشمسيه دي، واحنا انت عندنا حضرتك الشمس دلوقتي يعني. مصر دلوقتي بتعمل ايه؟ انت معتمد على المحطات العاديه بتشتغل بالمازوت وبالغاز، تقليد وروتين. وانت دوله فقيره في الاثنين. اسيب بقى الطاقه اللي جايه بالرياح والطاقه الشمسيه اللي ربنا مديها لي ببلاش. هي ممكن تكون الانيشال كوست بتاعتها اغلى، بس في الرننج كوست هتلاقيها في الاخر ارخص طبعا. وحاجه موجوده. تاني حاجه، انت دلوقتي ما عندكش طاقه، هتشجع المستثمر افرض عليه ضرايب، ولا اقول له يا عم خد الطاقه بالسعر العالمي وهديك الارض والمحجر بالسعر رمزي بس تعالى اشتغل. تمام. فاقصده ان مفيش سياسه، مفيش سيستم. اقول لك حاجه بسيطه قوي، الصناعات القائمه حاليا تمام عندهم مشاكل في الطاقه. تمام. والمشكله حلها بسيط. ايه هي حضرتك؟ انت عندك المازوت والغاز غالي. اما احنا لفينا في دول العالم لقينا في تركيا والصين معظم المصانع هناك شغاله بالفحم. تمام. والحكومه ما بتدعمهاش. طب يا عم عايزين نقلل الفحم. طب عشان تقلل الفحم هتحتاج استثمارات 6 مليون ماشيين. طب عشان تجيب الموافقه بقى حضرتك بقى لنا 6 اشهر 6 اشهر عشان نجيب موافقه نشتغل بالفحم. ما حدش عايز يمضي على حاجه، وكل واحد يحدفك من وزاره لوزاره. يبقى فين حق الاستثمار وفين الفيجن وفين الرؤيه؟ طبعا. اذا بنناشد الحكومه، بنلاقي ان المستثمرين، وعايز اقول ان في اطروحات فعلا مقدمه مهمه جدا، ولكن للاسف ما فيش حد بينفذها على ارض الواقع. يعني لما نكون احنا بنقدم زي ما المهندس معتز بيقدم مشروع مهم جدا هيفيد البلد، وغيره 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 من الرجال الشرفاء في مصر، انا بقدم مشروع ليك يا بلد او يا حكومه. طب ما احنا ناخد حتى لو ما فيش قوانين، نخلق بسرعه قوانين ونعمل بسرعه من اجل ان احنا ما نعرقلش حاجه، ونقدر ما نقولش عشان في الاخر نلطم على خدنا نقول ايه الاقتصاد واقع، مستنيين نجيب من بره صندوق النقد الدولي، مستنيين فلوس، واحنا بايدينا ثرواتنا. نعتمد على انفسنا، نعتمد على الدرجه الاولى. استاذ علي تركي، موضوع الصكوك الاسلاميه هل هو هيكون مخرج للازمه دي؟ خاصه انت عارف في ناس مؤيده وفي ناس معارضه، في ناس يقول لك ده هيوفر لنا 100 مليون دولار ولا 100 مليون، وفي ناس يقول لك لا ده هيعمل خصخصه للشركات وعوده وظيفه الاموال وهيمشي العماله و انت مع ام ضد؟ أنا ضد مسألة الاعتماد على الصكوك الإسلامية في مسألة أساسية، ولكن لابد زي ما قال الباشمهندس معتز ان احنا نعتمد على انفسنا، نعتمد على خلق فرص استثماريه جديده، انشاء مصانع. بس ده برضو يتطلب العوده للامن والاستقرار السياسي. وبعدين موضوع الصكوك ده سوف ياخذنا الى
اشياء لا يحمد عقباها خاصه على المدى الطويل، وده نحن نتجنى على الاجيال القادمه في مساله الصكوك، خاصه ان الممتلكات السياديه زي قناه السويس زي غيرها السد العالي دي من الممتلكات الاساسيه التي لا يجب التفريط فيها. نحن نرسخ مبدأ تملك الأجانب، وده طبعا ده شيء مخيف جدا، خاصة ان احنا في دلوقتي مسألة السقوط تعيدنا إلى عصر الخديوي إسماعيل عندما فتح الباب على مصراعيه على الاستدانة من الخارج والاقتراض من الخارج، وكانت النهاية رهن قناة السويس. فنحن لا نريد أن نصل لهذه المسألة. أنت رافض؟ لا، رافض مسألة الصكوك تماما، لأن المسألة دي مسألة مخيفة، خاصة أن احنا ممكن نمول المشروعات عن طريق البنوك. يعني الوضع الطبيعي أن البنوك والمصارف الموجودة هي اللي تمول المشروعات التنموية في مصر، مش نعتمد على موضوع الصكوك. طب ليه ما نعملش مثلا مسألة الاكتتاب زي ما احنا ماشيين مثلا في الشركات في الحاجات دي كلها؟ ليه نعتمد على التملك وعلى الإيجار وعلى مسألة أشياء ممكن أن تعيدنا إلى عصور ماضية؟ طب وموضوع المضاربه المقيده اللي احنا سمعنا عنه، ان لقينا دلوقتي ان مصر موقعه بين البنك المصري والبنك الاسلامي التنميه مبلغ 50 مليون دولار حتى هناخدهم تستخدم في دعم قطاعات المشروعات الصغيره، و230 الف دولار مقدمه من البنك الاسلامي في فكره تمويل برامج التدريب ونقل الخبرات للبنوك المصريه والجمعيات الاهليه والصندوق الاجتماعي. راي حضرتك برضو ايه في الموضوع؟ انا ضد مساله الاقتراض من الخارج باي شكل باي شكل من الاشكال، باي شكل من الاشكال. انا مع ان احنا نعتمد على انفسنا، نعتمد من يملك قوته يملك قراره. ان مساله الاقتراض كلها تبقى مساله مشروطه، والمنح الاجنبيه برضو كلها منح هيفرض عليك شروط فيها، بيفرض شروط معينه وتنازلات من جانب بس بيقولوا انها من غير فوائد بنكيه، يعني ما فيهاش فوائد قوي وما فيهاش برضه في نفس الوقت برضه انت رافض فكره. انا رافض مساله الاقتراض من الخارج باي شكل من الاشكال. انا مع المصلحه الوطنيه، مع انشاء مصانع جديده، مع فتح فرص عمل للشباب، مع يبقى في استقرار كله من جوانا، مننا فينا زي ما بيقولوا. ده كلام سليم برضه يا باشمهندس. حضرتك مع فكره الصكوك او فكره المضاربه، ولا شايف ان احنا من جوانا برضه؟ انا برضه عايز يعني اوضح حاجه مهمه جدا. احنا حضرتك الموازنه بتاعتك حوالي 550 مليار، انا عندي دعم ب 130 مليار. تمام. فالحكومه عندي دعم 130 مليار وعندي عجز في الموازنه 200 مليار. تمام كده حضرتك؟ هنحلها ازاي بقى؟ ال 200 مليار دول حضرتك كان مساعي 6 جنيه، دلوقتي زادوا، يعني الجنيه المصري زاد. فهو حضرتك قدامه، انا قلت لسياده الرئيس الكلام ده قبل كده في كذا اجتماع، قدامك 4 حلول. الحل الاولاني تطبع فلوس، ولو طبعت فلوس الجنيه مش هيبقى له قيمه. تمام. الحل الثاني ان احنا نبتدي نعمل استقرار سياسي ونبتدي نشتغل ونزود الناتج القومي، وده اللي مطلوب. واخد بال حضرتك؟ الحل الثالث انك تقترض. الحل الرابع انك انت تشيل الدعم. وانا ضد شيل الدعم، لان شيل الدعم معناها قيام سواد جياع. وسبب الغلاء اللي احنا فيه انه ابتدوا يحركوا ويشيلوا الدعم في بعض السلع، واخد بال حضرتك، بالتدريج. تمام. حتى لو هي السجاير ولا مش عارف ايه لا بعد كده اصل هو مفيش سبيل. انا دلوقتي لو مكان الحكومه، اصل الواحد بيتكلم بما يرضي الله، هتعمل ايه؟ اولا مش عارف تجيب فلوس من بره، البنك الدولي مش عايز يديك غير ما تزود الحاجه، تشيل الدعم الحاجه هتغلى. طب انت ليه في الفتره دي ما كنتش عملت حزم قوانين وابتديت تشتغل وتعمل جذب الاستثمار؟ تاني حاجه حضرتك، المفروض انا دوله مؤثره استراتيجيا، كنت بفكر ان يتعمل دعوه عامه، وده كان حزب مؤتمر طلبها، بعمل سله عملات. تمام كده حضرتك؟ سله العملات دي انت محتاج على الاقل لمده 5 سنين من دلوقتي 12 مليار دولار سنويا عشان اقدر احافظ وما اشيلش الدعم والدنيا ما تغلاش. في خلال ال4 سنين دول حضرتك بالقروض دهيت ابتدي اشتغل، ازود الناتج القومي بحيث ال 600 دول اوصلهم لتريليون، اتوصلهم ازود الناتج القومي بتاعي، ما فيش قدامي سبيل غير كده، وابتدي اسدد هذه الفوائد. لكن بدون ذلك حضرتك ما فيش. طب انت الدول المانحه عشان تديك هتديك ازاي وانت ما عندكش استقرار سياسي؟ مش هينفع. واخد بال حضرتك؟ فانا اللي ارجوه ان في الاخر هنبص ان لازم هي مشكله سياسيه تتحل. الدنيا هتتظبط. مش هتتحل حضرتك. انا بقول لحضرتك يعني انا بامانه يعني شايف ان الموضوع من سيء لاسوء، وفي الاخر الشعب المصري هو اللي بيدفع الفاتوره. احنا ضد المزايده على فكره طبعا. احنا حضرتك مع الشرعيه، بس احنا بنطالب السيد الرئيس انتخب والشعب ينتخبه، احنا مش ضد هذا الكلام اساسا. بس بنقول له يا عم حط ايدك في ايدينا وجيب حكومه كفاءات ونبتدي نبني في البلد. هل ده يبقى احنا معارضه ظالمه ومعارضه خائنه؟ لا دي معارضه كده ايجابيه وبناءه جدا يعني. واخد بالك؟ طب اين الاستجابه؟ طب مفيش. طب اعمل ايه؟
طيب فكره ان هو يتعامل مع المستثمرين او الناس اللي هي مثلا متهربين من الضرائب او كده، بان هو مثلا بصوره فتحهم اعلاميا مثلا، هل ده شايف ان هو او نقعد نتكلم هل ده خطا، ولا ان مثلا الرئاسه او الحكومه انها تتعامل معاهم كده من تحت ودي ونتكلم عشان نشجع المستثمرين ما نخوفهمش؟ انا برضه عشان يعني كل واحد ياخد حقه. حضرتك في فرق حضرتك من المزايده، تمام، المفروض اي ناحيه اقتصاديه ما اجيبش سيرتها خالص في الاعلام، ويبقى دي حاجات يعني كونفيدنشال معلوماتي. القضيه بتاعت ساويرس اللي هم 17 مليار ولا ال 14 مليار اللي بيقولوا عليهم، هو حضرتك اللي حصل ايه عشان بس الناس تبقى فاهمه قصه بالظبط. هو راجل كان عنده مصانع اسمنت في مصر وفي الجزائر، تمام، طبقا للقانون بتاع البورصه ان الشركات المسجله في البورصه ما تتعفي من الضرائب، تمام. هو في حاجه نوع من انواع التحايل حصل، انه راح سجل الشركات بتاعته في البورصه وباع ما دفعش ضرائب. طبقا للقانون هو ما عليهوش حاجه، عشان هو المفروض يقف من الضرائب، يقف من الضرائب. لكن هو تحايل في انه سجل ان الشركات ما كانتش مسجله من الاول، فسجلها وباع. راحت الحكومه عامله ايه بعد كده؟ طلعت قانون قالت لك ان البيعه الاولانيه لو انا مش مسجل في البورصه، البيعه الاولانيه تتعفي ما تتعفيش من الضرايب، البيعه الثانيه هي اللي ايه تتعفي. فهو حضرتك لعب على الايه القانون، لكن هو ما عملش حاجه خطا. انت القانون بتاعك كان فيه ثغره هو استغلها، تمام. يعني كده يقدر الموضوع بالنسبه له يخرج منه عادي. هو استغل الثغره، دي ثغره، هو حضرتك ثغره في القانون استغلها. انت فاهم قصدي ايه؟ كون بقى هو معلوش حاجه، المفروض انا كحكومه اقعد ايه؟ ما اقعدش 14 بقى. ايوه اقعد يا عم انت ايه، احنا غلطنا وكنا في ثغره، نوصل لحل وسط. مش ده يشرحوا بيه وهو يقول لك مش عارف. ما ينفعش الكلام ده يا جماعه، لان ده بيأثر على المستثمر. طيب المواطن المصري البسيط ما يهموش كل القانون ولا مش عارف رقم كذا والبند رقم كذا ولا الكلام ده كله، هو عايز ياخد لقمه عيش، وعايز الست البسيطه المصريه تروح تجيب الزيت والسكر تعمل بيه الاكل والدنيا تمام. المواطن بيصرخ يا استاذ علي. هنعمل ايه؟ يعني احنا دلوقتي احنا مش عايزين نحولها لكلام. يعني انا سمعت ان قال لك ان هيدعو، المفروض ندعو فيه بعض الخبراء قال ندعو لمؤتمر اقتصادي دولي ويجي فيه خبراء من دول الاقتصاد وكل واحد يقول اجندته ونبدا نتكلم والرئاسه تسمع لده وتفعل على ارض الواقع. ايه المخرج؟ ايه اللي انا شايف فعلا زي ما الناس بتقول ما فيش اجنده واضحه تقول لي بعد 5 سنين بعد 10 سنين بعد 100 سنه انا هعمل كده. على الاقل يبقى المواطن عايش على امل انه حتى بعد 100 سنه انه هيتحسن حاجه. هنعمل ايه؟ هو الحل ان احنا لابد من تشكيل حكومه اقتصاديه متخصصه في الناحيه الاقتصاديه. حكومه اقتصاديه يعني يكون رئيس الحكومه رجل اقتصادي من الدرجه الاولى لكي يضع اجنده اقتصاديه للخروج من النفق المظلم الذي نعيش فيه حاليا. غير كده سوف نظل في عنق الزجاجه ولن نخرج منها بصفه دائمه، والمواطن المصري من يوم لاخر سوف يئن اكثر واكثر من المشاكل الاقتصاديه ولهيب الاسعار. لديك فوضى في الشارع المصري في كل شيء، في الاسعار في الشارع المصري، فوضى في كل شيء، فوضى في قطع الطرق، فوضى في ازمه السولار، فوضى في كل شيء. الفوضى يعقبها عدم استقرار اقتصادي، يعقبها عدم استقرار سياسي، عدم وجود استقرار امني ده بالدرجه الاولى. الف ب حياه هي الامن. وزي ما قلت قبل كده ان الاستثمار يلجأ الى الحضن الامن او الى الامن في المقام الاول، لان المستثمر لن ياتي الى مصر الا اذا كان امن ويعرف تماما انه عندما يريد الخروج مره اخرى سوف يحصل على حقوقه ولن يلجأ الى مساله التحكيم الدولي وغيرها مما يحدث الان، ومساله برضه فتح ملفات قديمه للضرائب وهذا الكلام زي ما سيادتك قلت. المفروض دي تبقى مساله برضه سريه حتى نشجع المستثمر الاجنبي لكي يعود الاستثمار وتعود حركه الانتاج في مصر مره اخرى بعد ان توقفت تماما، ولديك حكومه مغيبه تماما ما يحدث في الشارع المصري، ليس والدنيا فاضيه منعزله تماما عن المواطن المصري البسيط زي ما حضرتك قلت الذي يريد ان يعيش يوم بيوم يعني. نعم. طيب باشمهندس معتز، عايز اقول لك ان في رسائل كتير جايه فكره في نقطه السياسه حضرتك بتقول عليها. هل انت شايف الحل هل هي الحكومه هي متعنته في فكره ان انا او الرئاسه انا همشي اللي انا عايزاه، ولا برضو شايف ان المعارضه هي كمان ذات نفسها برضو بتفرض شروط وشروط وشروط؟ هنحل ازمه السياسه دي ازاي عشان اللي هيرد علينا الاقتصاد؟ دايما حضرتك الصح باين والخطا باين. انا قبل كده حكيت لك كذا مره، كان سياده الرئيس في برنامجه الانتخابي هو السيد مصطفى الجليل وزير العدل كان هو اول ناس بينادوا باستقلال القضاء، صح؟ طيب ليه سياده الرئيس وزير العدل ما عملوش استقلال القضاء لغايه دلوقتي؟
استقلال القضاء ده معناها ايه حضرتك؟ ان التفتيش القضائي يبقى تبع المجلس الاعلى للقضاء، وان المجلس الاعلى هو عيب نائب العام. مجرد حضرتك ان انا عملت استقلال القضاء بقى فيه طمأنينة حتى للحزب الحاكم. ليه؟ حاكم الحزب الحاكم انت حاكم النهارده، تمام؟ مش من مصلحتك ان يبقى القضاء تبع السلطه التنفيذيه، لان لو حد جه تاني ممكن يستغلها استغلال خاطئ. يبقى من مصلحتك تعمل ايه؟ تعمل استقلال. صح. مجرد ان انا عملت استقلال للقضاء يبقى الداخليه استقلت لانها هتنفذ القانون مش هتنفذ السياسه. صح. يبقى وده انا ريحت، المطلوب. يبقى انا ريحت الدنيا كلها. طب حضرتك الخطوه دي مطلوبه من احنا كمعارضه ولا مطلوبه من الحزب الحاكم ومن السيد رئيس ما الجمهوريه؟ دي من الحزب الحاكم طبعا. طيب يعني حضرتك احنا بنطالب أمر طلبات، رئاسة يعني. يعني انا بطالبه ايه؟ انت دلوقتي انت ما تضمنش بكره في تداول سلطه، صح؟ صح. بيبقى من مصلحتك انت او قبلي انا، عشان ما حدش يجي بعد عشان كده بعد يجي كده يحاسبك بالقانون ويفرض عليك حاجه ظالمه، لأنها مش دايما. وانت كنت اتظلمت قبل كده، على الرغم ان القانون هو اللي كان بيطلعهم واللي كان بيدخلهم قانون الطوارئ. يعني القضاه اللي موجودين هم اللي كانوا بيدوهم براءات على طول، صح. واللي كان بيدخلهم مين؟ قانون القضاء. فنمره واحد للاستقرار في البلد، اتمنى ان سياده الرئيس ياخد هو وزير العدل استقلال القضاء. هو عمل كده حضرتك، صح. كل المسلمين هتطمن، صح. المعارضه هتسكت، اللي هيطلع في الشارع ملوش حجه انه يزايد ويتكلم، واخد بال حضرتك؟ ادعو لمؤتمر يا جماعه تعالوا اقول له حقائق بقى. انا كرئيس جمهوريه ابدا بقى ما اقولش ان الدنيا فيها. ورديه والدنيا زي الفل. صح. اقول يا جماعه احنا داخلين على محاضره خطر، وحانت وقت العمل، ويلا يلا نحط في ايدينا في ايدين بعض. وانا بدعوكم بتشكيل حكومه برئاستي، ورشحوا لي 2 نواب ليا كفاءات عشان نبتدي نشتغل. ده كلام منطقي. يبقى هو كده حضرتك عمل اللي عليه. اللي مش هيقدر يشارك في هذه الحكومه يبقى تمام. هو عايز يهد، صح كده حضرتك؟ بس عايز اعمل مقاطعه معلش في الحته دي. أيوة فندم. البعض هيقول لك انت مثلا انت هو معارضه بناء، بس في البعض شايف ان لازم يحصل مثلا انتخابات رئاسيه مبكره، والبعض بيقول لك ان ما ينفعش، لا ده الحكومه فاشله والرئاسه فاشله وانا عايز انا اللي احط، والبعض يقول لك انا مش عايز يحصل ان انا ادي حلول اقتصاديه او حاجه انها تبقى تحسب مثلا للرئيس، فاحنا لازم نعرقل الكلام ده. اولا حضرتك انا ضد اي انتخابات رئاسيه مبكره. ليه؟ لان حضرتك ده حزب المؤتمر كله انا بتكلم بصفتي الشخصيه صفتك حاليا، الشخصيه حاليا. تمام. وبرضه تلميحات من رئيس الحزب هذا الكلام. ليه؟ ما ينفعش حضرتك ان انا بكره انتخب رئيس بعده اشيله واقول ايه؟ انتخابات رئاسيه مش هنخلص. لكن مين اللي بيدي فرصه لهذا الكلام؟ هو سياده الرئيس. احنا بنقول له حاجه واحده، الناس دي بتزايد وتقول انتخابات رئاسيه مبكره ليه؟ انت حضرتك اعمل الكلام اللي هو استقلال القضاء، ادعي الناس دي تشارك معاك، تمام؟ صح. اتحدى لو حد فتح بقه وقال لكن افرض هو برضه اصر على هذا الكلام، يبقى هو كده بيخش في عناد، يبقى هو حضرتك يبقى في منطق كده للناس تقول لك انتخابات رئاسيه، لانك انت دلوقتي مصر على هذا الكلام والوضع من سيء لاسوء. صح. لكن ليه انا كرئاسه ادي فرصه للمعارضه صح تزايد عليا؟ كلام منطقي. واذا مبدا المشاركه، فين مبدا أيوة المشاركه؟ فين مبدا المشاركه؟ طيب قلنا ان الجانب السياسي اعترفنا ان هو جانب مهم جدا، ان احنا لو الجانب الامني وكلها مرتبطه ببعض في فكره منظومه متكامله. احنا عندنا السياحه، عندنا الاثار، عندنا حاجات كتيره جدا ممكن تساهم ان احنا نرجع الاقتصاد. ايه اللي ناقصنا برضو؟ هل نقطه ان رجوع الامن والسياسه هي ده هيقدر السائح لما كان بيجي يقول لك بيجي من اخر الدنيا بيجي هنا مصر بيقول لك ان في استقرار وفي امان، فده بينعكس على الوضع الحالي؟ المعارضه الحقيقه بتحمل، بتقول لك الرئاسه هي السبب، حتى لو الناس زي بيقول لك دي ناس بتنزل بتعترض وخلاص، على الرغم ان الجانب الاخر بيقول لك ما هو الناس اللي بتنزل تعترض وموقفانا الدنيا دي هي موقفه الدنيا وبتخلي السياح ما بيجوش. رايك كيف في النقطه دي؟ هو الحمد لله ربنا طبعا حبى مصر بمناخ جيد جدا وجو ممتاز لمسألة الجذب السياحي، لكن هناك مشكلة ان احنا لدينا الآن سخونة في الشارع المصري وفوضى في الشارع المصري، وما يحدث من وقت لآخر في الفوضى والنزاعات التي تحدث الآن ده بينعكس على الأجنبي، فيخشى من الاتيان إلى مصر حتى لا يتعرض إلى ما يحدث في المسألة. نحن في حاجة إلى أجندة زي ما قلت سيادتك، أجندة اقتصادية تضع السياحة في المقام الأول، لأن أنت عندك السياحة كانت بتدور حوالي 15 مليار جنيه سنويا طبعا. فبعد الثورة عندك سنتين خسرنا 30 مليار جنيه كنا في حاجة إليهم لو لم يحدث ما حدث. نحن نريد من الحكومة أو نريد من الحكومة التي اقترحت أنها لابد أن يكون رئيس الحكومة رجل اقتصادي في المقام الأول، أن يضع أجندة اقتصادية، يضع السياحة على في مقدمة، لأنها بتؤدي إلى زيادة النقد الأجنبي والاحتياط النقد الأجنبي لدينا الآن يعني بينخفض بطريقة كبيرة جدا، وللمرة الرابعة أو الخامسة يمكن ينزل أو ينخفض
التصنيف الائتماني لمصر نتيجة لما يحدث الآن من تدهور اقتصادي على الساحة في مصر حاليا. وهل المواطن بقى البسيط اللي بيتكلم في الشارع ماشي يقول لك احنا خلاص فلسنا، ما فيش خلاص بعد كده مش هنلاقي ناكل وهناكل في بعض، الكلام اللي بيتقال البسيط ده هل هو فعلا ممكن يكون فعلا ده حقيقه او في انذار مبكر ان احنا داخلين على، مش هقول طبعا مجاعه ربنا ما يجيب لمصر اي مجاعات او ان احنا ناكل في بعض او الكلام ده كله، ولكن انذار مبكر شديد ان احنا نخلي بالنا؟ هو انذار طبعا شديد ومبكر وانذار شديد اللهجه، لكن لديك برضه حكومه ليس لديها شفافيه. المفروض ان سواء الرئاسه او الحكومه يخرج مسؤول او محافظ البنك المركزي يضع الصورة الكاملة أمام الرأي العام وضعنا الاقتصادي كيف نحن الآن على الخريطة الاقتصادية في العالم حاليا. لكن للأسف الشديد المسؤولين الآن بيتعاملوا كأننا لم تحدث ثورة 25 يناير، ما كان يحدث قبل الثورة من عدم الشفافية مش هم برضو اللي بعد ثورة ان في حماسة كده وفي يعني المفروض الروتين اللي كنا ماشيين عليه يتغير بقى، يطلع قرارات، يطلع كل واحد بثورية كده حتى يعني يبقى مصالحة الشعب ليه؟ عشان يشاركوا في المشكلة. آه. لكن طول ما انا هقول كل حاجة زي الفل وما عنديش مشاكل والدنيا تمام والحاجات دي رحمة لك ان تتخيل مستثمر زي الباشمهندس معتز 6 شهور كعب داير عشان ياخد موافقة على المشروع العظيم اللي هو عامله. يبقى عندك لسه ما زال عبد الروتين موجود عند سيادتك، لسه ما زال فوت علينا بكره، فوت علينا بكره، والادراج المفتوحه ما زالت مفتوحه كما هي لم تغلق حتى الان. فكيف يؤدي ذلك الى تحسن الوضع الاقتصادي؟ الصوره مش عايز اقول برضو انها قاتمه قوي قاتمه قوي او مخيفه، لكن لابد من المصارحه والمكاشفه مع الراي العام من جانب الرئاسه والحكومه في نفس الوقت. باشمهندس معتز، هل حضرتك مع فكره التصالح مع النظام السابق، او ان احنا عشان من اجل استرداد الاموال، او ان احنا حتى نتصالح مع رجال الاعمال اللي هم كانوا محسوبين على الحزب الوطني او اللي هم موجودين في المجتمع وكانوا وتقال، هم في الحقيقه متقال، بس نتصالح معاهم ولا لا؟ انا اقول لحضرتك حاجتين. في فرق حضرتك ان انا معنى التصالح واحد اخطا او ساء، بس ساء مش تصفيه حسابات سياسيه، ساء بالقانون. تمام كده حضرتك؟ تمام. ده حضرتك المفروض ما فيش عنه. تمام. ماشي؟ يبقى متفقين. لكن حضرتك واحد شغال ولمجرد ان هو كان من رجال اعمال في النظام السابق واتلكك له واقول له كاني وماني، واخد بالك؟ لا، ده مش منطق ومش عدل. القانون ياخذ مجرمه، وعشان يبقى في ثقه في القانون يبقى عم ثقه للقضاء. ليه بقى حضرتك؟ لان القضاء ما يكون مستقل اي حكم هيطلع كلنا هتقبله، لانه هنعرف ان هو غير مسيس. واخد بال حضرتك؟ فاساس المشكله عندنا هنا في مصر لن تستقيم الامور سعادتك الا باستقلال القضاء. النقطه الثانيه المهمه قوي، الموضوع برضه مش موضوع الناس خدت ايه او جابت ايه او انت حضرتك الناس بتبالغ في الارقام ده، سواء مش عارف تريليون وبتاع وكلام زي كده. الكلام ده طبعا حضرتك كانت ميزانيه مصر كلها تريليون وعندك 600 مليون قصدي، والناس بدات تفكر في كل واحد بيقسم يقول لك هناخد كذا، كلام يعني ضد المنطق. احنا حضرتك لازم يكون تركيزنا في الوقت الحالي نمره واحد على هو قرار سياسي لجعل البلد مستقره، وقت اي محاوله بتاع الموضوع اللي حصل بتاع الكاتدرائيه ده وكلام كده ما بيأثر طبعا. فحضرتك كل ده عايز حل سياسي. الحل السياسي حضرتك نمره واحد استقلال القضاء، 2 عمل حكومه كفاءات ودعوه للمصالحه الوطنيه السياسيه الجاده، دي اهم من المصالحه مع رجال الاعمال. بعد كده حضرتك عندي انا مجلس الشورى، عندي التشريعات، اشوف العوائق اللي عندي في قانون الاستثمار. حضرتك تعلم انك انت الاراضي مثلا الحكومه تخانق عليها، ده يقول لك ده تبع التنميه الصناعيه، لا ده تبع المحافظه، ده تبع مش عارف ايه. حضرتك عشان تعمل مشروع بتجيب اكتر من 15 موافقه من 15 وزاره. المفروض حضرتك انا كمستثمر او انت كمستثمر اشتغل مع وزاره الاستثمار بس وهي خلصت كل حاجه. ده ما بيحصلش. فانت حضرتك المفروض انا كمجلس شورى مع القوانين والحق بسرعه، ودي مش هخش بقى في قوانين حضرتك ايه التظاهر السلمي والمراه المعيله، مش الكلام ده يعني كلام حضرتك يعني انا حضرتك سايب اساس المشكله وبتكلم في فروع وقتها خالص. حضرتك هل يعقل ان ربنا طبعا ربنا سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. بس ربنا بيقول لك ايه؟ اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. صح. طب انت مش عايز تسعى، مش عايز تشتغل، طب ربنا هيرزقك ازاي يعني؟ طب هل مقومات الاقتصاد المحلي او المقومات بتاعتنا كلها البنيه بتاعتنا سليمه، ولكن هي بتفتقر الى زي ما قلنا التخطيط، لان رؤيه واضحه، تفتقر لقرارات، يعني الموضوع محتاج لقرارات اكتر منه قرارات سليمه يعني. انا ادي حضرتك مثال كده بسيط قوي. اخد راي حضرتك. مصر فيها مواد خام عظيمه.
ونقدر نعمل صناعات عظيمه ينقصك حاجتين: التخطيط، حوافز الاستثمار والقوانين المشجعه، تمام كده حضرتك، مصادر بديله للطاقه. حتى ما بقولكش طاقه، انا مش عايز طاقه مدعمه، تمام، لكن انت اساسا ما عندكش طاقه تديها، واخد بال حضرتك؟ دول 3 حاجات اساسيه. اما يتواجد هذا الحاجات دي، انا بقول لحضرتك في امل كبير قوي الاقتصاد المصري يكون اكبر من كده. ده ربنا سبحانه وتعالى تجلى في سينا. دي سينا دي مليانه خيرات، انا متاكد من غير ما اشوف، يعني صح. ارض مبروكه، أرض فيها الفيروز. بترول، فيها كل حاجه، بس احنا ما الارض كلها بنشتغلش. ذهب وكنوز. احنا ما بنشتغلش. انت حضرتك اذا كنت انت اساسا قوانين الاستثمار كلها معيقه ما غيرتهاش، تيجي تخصص حاجه عشان تعمل عليها صناعه، قانون ما طلعش، فوضى موجوده في الشارع، كل يوم مظاهرات فئويه. ما هو الناس بتطالب ليه بزياده في الاسعار؟ لان الحاجه بتغلى عليه، صح. واخد بالك؟ طب يبقى امتى بقى حضرتك نبتدي نشتغل؟ امتى يتعمل مصانع جديده؟ صح. امتى حضرتك يتعمل بطاقه بديله، وتيجي صح. الحكومه تقول انا هعمل محطه طاقه نوويه، هعمل مثلا طاقه شمسيه؟ صح. فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ لكن حضرتك برجع واقول برضه لازم قبل الكلام ده ما يحصل، لازم يكون حل سياسي في ايد سياده الرئيس وفي ايد حزب الاغلبيه. طيب استاذ علي، برضه عشان خلاص وقت بتاع بيخلص، ازاي ممكن نخرج من الازمه، هذه الازمه الاقتصاديه، نحط حلول زي ما سمعنا الباشمهندس معتز حط لنا مجموعه من الحلول. احنا عندنا بنيه رئيسيه اساسيه اقتصاد، عندنا امكانيات كثيره، ازاي هنوظفها عشان خاطر نخرج لبر الامان ان شاء الله؟ يمكن نرجع برضو للنقطه اللي انا قلت سيادتك فيها، ان مساله السياسه والاقتصاد هما وجهان لعمله واحده، ولديك الان صراع سياسي يعقبه عدم فوضى في الشارع المصري. هذه الفوضى فوضى تؤدي الى زعزعه الاقتصاد، زعزعه الاستثمار، هروب الاستثمارات، خوف المستثمرين الاجانب والمصريين، وكل ذلك ينعكس على الناحيه الاقتصاديه. نحن في حاجه الى اعلاء كلمه، اعلاء مصر بحيث انها تكون مصر هي الكلمه العليا، بعيدا عن الصراعات السياسيه الدائره الان في الشارع المصري، حتى نكون ولا بد من ان يتنازل الطرفان على تنازلات تؤدي في النهايه الى صالح المواطن المصري. انا وقتي خلص، بس حضرتك متفائل في كلمه، متفائل ان شاء الله؟ ان شاء الله لازم نتفائل. متفائل يا باشمهندس؟ متفائل، بس عايز اتفائل مع عمل. مع عمل، صح، تفاؤل مع العمل. وانا برضه حضرتك ضد حاجتين: ضد النفاق السياسي، انا لا يمكن هنافق الرئيس ولا هنافق حزب الحريه والعداله، صح، ولا يمكن هزايد عليه. خلي بالك، اما يكون هو صح انا معاه، غلط لا انا مش معاك. وبقول له يا سياده الرئيس ابعدوا عن المنافقين، صح، لانه هيودوكوا في كلام خطير وهيودوا البلد في داهيه. على فكره كلام بناء جدا، ما هي دي المعارضه البناءه اللي احنا دايما بندعو ليها، مش معارضه تهدم، عايزه معارضه من اجل المعارضه، لا، معارضه من اجل البناء، من اجل مصر. انا يعني نورني الاستاذ علي تركي رئيس تحرير جريده السوق العربيه المشتركه الاقتصاديه، نورتني يا فندم بارائك المتميزه. وايضا الوطني طبعا، مش حزب وطني بس هو وطني محب الوطن، المهندس معتز محمد نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشعب السابق، نورتنا يا فندم ان شاء الله، وباذن الله مصر الافضل امام ان شاء الله. يعني دايما بنقول ان تسقط كل الخلافات، مهما كان في خلاف بيسقط، ولتبقى مصر حرة آمنة مستقرة. نخلي عيننا على البلد دي زي ما قلنا يا رئيس الجمهورية، أرجوك يعني انسى كل الخلافات، سيبك من الخلافات اللي هي السياسية وده مين، لا، بص لعين الوطن، بلدك قدامك، جمع المستثمرين حواليك، المعارضة قبل المؤيد، عشان خاطر بلدنا تكون أفضل إن شاء الله. أنا بعتذر اللي حاولوا يخشوا معانا عشان في تقنية في الصوت، في عندنا حاجة، لكن إن شاء الله هتكونوا معانا دايما، وابعتوا لنا على جروبنا على الفيسبوك برنامج عين الوطن، وبالحب بلدنا تكون أحلى وأحلى. أنا بكون معاكم يوم الأحد والاثنين والأربع 12 الظهر بتتعاد 5 العصر 1:30 مساء. بدأت معاكم بحب وابتسامة، واختم معاكم بحب وابتسامة. كنت معاكم النهارده رامي العقاد. في الختام بهدلكم كل محبة وكل سلام، إلى اللقاء.